انت محتاج تطلع النسخة المرعبة اللي فيك، النسخة اللي بتقف قدام اي مشكلة وما بتتكسرش، النسخة اللي بتمشي في طريق وهو متأكد ان الناس هتقف قدامه مش هتبقى عايزاه يكمل. ايه يعني الناس بتتكلم عنك وحش؟ ما مصر كلها بتتكلم على مصر وحش. عندك مشاكل وعندك ضغوط، وايه المانع يعني؟ ما كلنا انا وانت وكل بني ادم عنده كده. بس جه الوقت انك تتحول للنسخة المرعبة منك. انت اقوى من اقوى مشاكل موجودة في حياتك، اقوى واجمد من اي امر عظيم موجود في حياتك. انت اقوى من الكلام السلبي اللي بيتقالك، ومن الناس الوحشة اللي عايزة تكسرك، ومن الحاجات والابواب اللي قافله قدامك. انت اقوى من اقوى كلمه سلبيه بتتقالك وبترجعك لورا. يبقى عندك ايمان انك عندك استعداد انك تخش في اي تحدي، عندك استعداد انك تعلن الحرب على كل بني ادم بيقف ضدك، تعلن الحرب على صاحبك اللي ما بيحبكش، تعلن الحرب على المشاكل اللي انت وقفت قدامها وانت منتكس، تعلن الحرب على الحاجات اللي بتأخرك في انك تتحرك خطوة لقدام، تعلن الحرب على عدوك الحقيقي، نفسك اللي جواك، نفسك اللي عمالة تقولك انك مش هتقدر، عمالة تقولك انت مش هتعرف، عمالة تقولك انت مش هتوصل وانت مصدقها. اعلن الحرب عليها، اعلن الحرب وقول لها لا، انا هوصل زي ما الباقيين ما وصلوا، انا هتغير زي ما مليون واحد اتغير، انا هنجح زي ما مليون واحد نجح. وتبقى متأكد ان اعظم حرب في حياتك هي الحرب اللي بتحاربها عشان تبقى بني ادم احسن، عشان تبقى بني ادم اقوى، عشان تبقى بني ادم قدر انه يعمل كل حاجة